أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن توجه دعوة للنواب لحضور اجتماع الثلاثاء المقبل لبحث الأوضاع الإقليمية بالمنطقة وخلية العبدلي والهاربين من العدالة بكافة القضايا سواء المتعلقة بأمن الدولة أو المال العام. وأشار الغانم إلى أنه تم التنسيق مع الحكومة لحضور اجتماع الثلاثاء للإجابة على أسئلة النواب واستفساراتهم والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم. وجهت دعوة اليوم أختي وأخواني النواب للحضور إلى اجتماع في مكتب المجلس في قاعة مكتب المجلس يوم الثلاثاء الساعة 12:30 بخصوص الأوضاع الإقليمية في المنطقة وخلية العبدلي والهاربين من العدالة في كافة القضايا سواء كانت قضايا أمن الدولة أو قضايا مال عام أو غيرها، بناء على طلب مجموعة من النواب قدموا العديد من الأسئلة بما يخص هذه المواضيع، فتم التنسيق مع الحكومة اليوم وستحضر على مستوى رفيع يوم الثلاثاء، وسأوجه الدعوة لكافة النواب من يستطيع منهم الحضور أدعوه أن يحضر يوم الثلاثاء الساعة 12:30 في قاعة مكتب المجلس، واللي عنده أي سؤال أو استفسار أو رأي أو ملاحظة يستطيع أن يدلو بها في وجود الحكومة. فيما يتعلق بالطلب طبعا لم أستلمه رسميا ولم يقدم لي رسميا، بناء على قراءتي للطلب مثل ما أنتم عارفين منشور في كل وسائل التواصل الاجتماعي. الطلب أولا لائحيا مكتوب بشكل غير سليم، لأنه يدعو إلى جلسة خاصة وفقا أو اجتماع غير عادي وفقا للمادة 72 من اللائحة، والمادة 72 من اللائحة تنطبق أثناء انعقاد دور الانعقاد العادي، وليس ما بين أدوار الانعقاد. ما بين أدوار الانعقاد الطلب يجب أن يقدم وفقا للمادة 64 من اللائحة والمادة 88 من الدستور، وهو دور انعقاد طارئ غير عادي، وإجراءاته هي كالتالي: يقدم الطلب بأغلبية أعضاء مجلس الأمة، يعني نتكلم عن 33 أو أكثر، وبعد أن يقدم إلى مجلس الأمة وبعد أن تتحقق الأمانة العامة من اكتمال كافة أركان الطلب، يقوم رئيس مجلس الأمة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء الذي يدعو مجلس الوزراء إلى رفع مشروع مرسوم الدعوة إلى سمو الأمير، وبعدها يوقع من سمو الأمير يعود إلى مجلس الوزراء، مجلس الوزراء يبلغ رئيس مجلس الأمة، رئيس مجلس الأمة يدعو إلى دور انعقاد غير عادي. هذه الإجراءات. فأيضا أدعو إخواني مقدمي الطلب تعديل الطلب ليكون صحيح لائحيا. إضافة لذلك في هذا الاجتماع أنا مكلف بنقل رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وهذه الرسالة سأوصلها إلى إخواني وأختي النواب في اجتماع يوم الثلاثاء.